أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة أسرار التاروت. هذه القناة مختصة بعلم التاروت. نعتذر من الأعزاء المشاهدين الذين تأخر في الإجابة على رسائلهم، وذلك بسبب كثرة الرسائل التي تصل إلينا كل يوم، والتي تطلب استشارة في مختلف المجالات، مثل مجال العمل أو مجال الصحة أو الزواج أو الدراسة أو الاستشارة النفسية وغير ذلك. أعزائي المشاهدين، أود أن أتحدث في هذه الحلقة عن برج القوس لشهر يونيو حزيران سنة 2016 بأوراق التاروت. عزيزي برج القوس، هذه هي البطاقات التي أخذناها لك. الآن نبدأ بالبطاقة الأولى، وهذه هي البطاقة الأولى، وهذه البطاقة إيجابية وتعني التحول نحو الأفضل. أي عزيزي القوس، إن الأمور تسير بصورة أفضل في العمل. الكثير من برج القوس يحظى باحترام وتقدير من المحيطين فيه في العمل، وهذا يعني أنه يتلقى الكثير من الدعم المعنوي، وكذلك قد يلقى دعما ماديا أيضا. عزيزي القوس، إذا كنت تبحث عن تمويل مالي من إحدى البنوك لأعمالك التجارية، فهذا هو الوقت المناسب لذلك. وكذلك هذه البطاقة تعني كثرة المقابلات والصفقات التجارية لبرج القوس في هذا الشهر، والتي قد تنتهي بنهاية إيجابية لصالحك عزيزي برج القوس. فأنت مفاوض بارع وتعرف كيف تجر الأمور لصالحك، ولكن قد تتسرع في بعض الأحيان باتخاذ القرارات في العمل، وخاصة إذا كنت مدير أو رئيس شركة. فانتبه يا عزيزي، وحاول التشاور مع الآخرين ولا تنفرد بقراراتك. أما الذي يبحث عن فرصة عمل، فهذا هو الشهر المناسب لذلك. أما هذه البطاقة فهي عن المال. عزيزي برج القوس، طريقتك في إدارة أموالك تحتاج إلى توازن، فأنت في بعض الأحيان تستطيع إدارة أمورك المادية بصورة جيدة جدا، ولكن في بعض الأحيان قد تخطأ في التقدير، وقد تتعدى الحدود في مصروفاتك، وتنسى أن عليك مستحقات مالية يجب عليك أن تسددها. فانتبه عزيزي القوس، وحاول أن تجد حلا لهذه المشكلة. هذه المشكلة عانيت منها طويلا. الحب. عزيزي القوس، هذه هي بطاقة الحب والعائلة والارتباط، وهذه البطاقة تعني أن من المرجح أن تكون علاقاتك العاطفية في هذا الشهر تسير على ما يرام، بشرط أن يعاملك الحبيب بعدالة ومساواة. أما إذا لم يكن كذلك، فبعض من برج القوس يفضل الانسحاب إذا شعر بالظلم في العلاقة. أما إذا كنت تعرفت على شخص جديد، فهذا يتطلب منك عزيزي القوس أن تعطيه الوقت والجهد لتتعرف أكثر، وتسأل نفسك: هل هذا الشخص هو المناسب أم لا؟ فتريث يا عزيزي القوس. أما العائلة وعزيزي القوس، انشغالاتك في مجال العمل قد يلهيك بعض الشيء عن العائلة، لذلك يتطلب منك إعطاء الوقت الكافي لحياتك الاجتماعية، فالحياة ليس عمل فقط. وكذلك هذه البطاقة تعني أن بعض من برج القوس يتخذ قرارات مصيرية في هذا الشهر،
مثل قرار السفر والهجرة أو شراء بيت أو الزواج وهكذا، أو بعثة للدراسة. وهذه القرارات يتخذها بالتشاور مع أحد أفراد العائلة أو مع مدير العمل أو مع أستاذه. وحسب هذه البطاقة هذه القرارات إيجابية جدا وتكون لصالحك عزيزي برج القوس. الكثير من برج القوس يحب السفر بمفرده كطائر في السماء، وقد يشعر أن العائلة تقيده أحيانا، فهو يريد السفر متى يشاء وإلى أي مكان يشاء. أما الصحة، هذا هو كارت الصحة عزيزي القوس. هذا الكارت يعني قد تطرأ ظروف صحية ملحة عزيزي القوس في هذا الشهر، ولكن تستطيع أن تتعامل معها بشكل ذكي، فأنت عزيزي القوس عندك جواب لكل سؤال. عصبيتك الزائدة قد تسبب لك آلاما في المعدة، وكذلك التوتر والقلق يسببان لك الأرق. حاول أن تتغلب عليهما عزيزي، وإذا لم تستطع حاول أن تستشر طبيبا في ذلك. أما هذا الكارت هو كارت المساعدة. لو كنت عزيزي القوس هنا لك أنت أخذنا لك هذا، أو عندك أي سؤال لكان أخذنا هذا كارت المساعدة، ولكن بما أنه ما موجود حضرتك فلا فائدة منه. هذه هي استشاراتنا عزيزي القوس. هذه هي التوقعات العامة. أما التوقعات الخاصة فمراسلتنا على الفيسبوك أسرار التاروت. وشكرا للمتابعة.